إن شعب الويغور المسلم الذي يشكل خمس مساحة الصين ونصف خيرات الصين كان دولة وكان أمة وتجاوز سور الصين العظيم، لا يمكن أن يقهر. تميز بين شعوب المسلمين أنه شعب العلماء وشعب المؤلفات وشعب القرآن، شعب المسالم، ولكنه الأميز والمقدم. إن الحركة الإسلامية ومجموع الشعب الأردني معها ومن أمامها. هذه الوقفة اليوم نقفها اليوم أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية احتجاجا على الممارسات التي تقوم بها السلطات الصينية تجاه شعب الإيغور المسلم، هذا الشعب العظيم الذي تمارس السلطات الصينية اليوم بحقه إجراءات إرهابية لا تنم عن دولة ولا تنم عن أن هناك دولة تقوم بحقوق الإنسان لهذا الشعب العظيم، حيث معسكرات الاعتقال لأكثر من 1,000,000 شخص من أجل تغيير دينهم ومن أجل تغيير عقيدتهم. الممارسات التي تجري على الشعب الصيني رجالا ونساء من أجل ممارسات بحق عقيدتهم وحق دينهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، حيث تقوم السلطات الصينية بإغلاق المساجد وهدم المساجد وتحويلها إلى مراقص ومتاحف، وتحويل هذه المساجد ومنعهم من الصلاة وإجبارهم على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ومحاولة تغيير أسمائهم وتزويجهم بغير المسلمين. كل هذه الممارسات التي تقوم بها السلطات الصينية تجاه الشعب المسلم في الصين هي أمر مرفوض.